بقول لك ايه، هو ايه البايركس ده؟ البايركس ده الطقم اللي شايلاه خالتك في النيش. خلاص يا عم ما تحمقش قوي كده، قول لي بقى ايه الريكس ده وهنستفيد منه ايه؟ اقول لك انا ريكس ده يبقى مين بقى وما تزعلش؟ لا هزعل. واخلص بقى وقول لي ده ايه؟ البريكس ده تكتل عدد من الدول. قول لي كده عن اخر عملة سمعت عنها انها ظهرت. اخر عملة اسمع عنها الربع جنيه المخروم. انا كده هقول لك ايه اللي مخروم. يا عم اخلص بقى وقول لي. يا عم انا اتولدت طلعت لقيت فيه الجنيه وفي الدولار. يمكن انت قصدك ال 20 جنيه الجديده؟ الجديده يا ابني اليورو دي عمله اتعملت لما الاتحاد الاوروبي اتعمل. وربنا صح. او البريكس ده بقى زي اليورو، عمله لسه ما اتفقوش على شكلها ولا هتبقى عمله مستقله ولا لا، بس هو ده ملخص الموضوع. فهمت الحكايه؟ ابسطها. بريكس الاول كانت بريك بس، الحروف الاولى من 4 دول: البرازيل، روسيا، الهند، والصين. وبعد كده في الاخر انضمت لهم جنوب افريقيا وزودوا حرف الاس فبقت بريكس. مبدئيا انت تواجدك جوه حلف فيه الدول دي في حد ذاته مكسب ليك. دول بيعملوا دلوقتي زي الاتحاد الاوروبي، لكن الواضح قدامنا دلوقتي ان بدل ما يبقى فيه عمله موحده زي اليورو، الدول هتتعامل مع بعضها بالعملات المحليه. فهمت؟ ابسطها لك، يعني انا استورد منك بالجنيه وانت تستورد مني بالروبل الروسي، ومثلا الصين تستورد مني باليوان الصيني. فهمت كده؟ وانا لا مؤاخذه ما تزعلش مني، يعني انا عملتي هتعمل ايه وسط العملات دي؟ خلي بالك انت عملتك وسط الدول دي مش ضعيفه قوي. يعني انت مثلا الجنيه المصري الواحد ب3 روبل، يعني انت عملتك اعلى من العمله الروسيه، لكن في نفس الوقت الجنيه المصري بربع يوان صيني. بس ده في حد ذاته هيعمل لك توازن. تمام؟ طب والدولار ده بقى تقدر توفره او تسدد بيه صندوق النقد الدولي او تستورد بيه من خارج الاتحاد اذا حبيت. ايوه، طب يعني ايه المميز ما بين الدولار والبريكس؟ الدولار بيعلى ويوطى على حسب الدين وارتفاع سعر الفايده والكلام ده، لكن البريكس مرتبط بالذهب. انا كده فهمت. على فكره انا فاهم من الاول، بس انا حبيت اختبرك واهزر معاك يعني واشوفك فاهم زيي ولا لا. تمام.